يا مساء الفل عليكم، حلقة جديدة من بودكاست الكتابة فكرة، والحلقة دي هي مراجعة بدون حرق لفيلم ويبونز، فيلم الرعب اللي عمل ضجة مع نزوله وناس كتير صنفته انه من افضل افلام الرعب في سنة 2025. هل بقى الفيلم يستحق وهل هو تجربة رعب مثالية؟ هنقول ولا لا، وهنقول برضو حاجة مهمة في نص الحلقة هتفرق معاكم في تجربة مشاهدة الفيلم. احداث الفيلم بتدور حوالين بلد في امريكا، في مدرسة فيها بنكتشف ان فصل بالكامل الاطفال اللي فيه كلهم اختفوا بشكل غامض من غير اي اثر، وكلهم اختفوا في نفس الوقت قبلها بليلة واحدة الساعة 2 بالليل، ومش بيفضل موجود منهم غير طفل واحد بس. وبتبتدي أصابع الاتهام تتجه إن المدرسة بتاعتهم هي السبب. إزاي الأطفال دي اختفت كده، وإيه علاقة المدرسة؟ ده اللي بنشوفه في الأحداث. أكتر حاجة حمستني لفيلم ويبنز إن زاك كريجر هو المؤلف والمخرج، وده لأن تجربتي الأولانية معاه في فيلم باربيريان إنتاج 2022 اللي كان برضه هو المؤلف والمخرج كانت حلوة جدا، وكنت عاوز أشوف هو نجاحه في باربيريان كان صدفة ولا فعلا الراجل ده دماغه حلوة. والصراحة اللي لقيته في ويبونز بيأكد إن اللي عمل زاك كريجر مش صدفة خالص. الفيلم لما تمسكه من بدايته كده ودخل في الحدث الرئيسي بتاعنا اللي هو اختفاء الأطفال بشكل سريع، فأنت دخلت في مود الفيلم بسرعة. ومن أول نقط القوة في السيناريو هي طريقة السرد. الفيلم اعتمد في طريقة السرد على 5 شخصيات تقريبا، وهنا انت ما كنتش مجرد بتشوف الأحداث من وجهة نظرهم وخلاص، لا انت بتشوف تأثير الحدث الرئيسي اللي هو اختفاء الأطفال على كل واحد فيهم. كل واحد اتأثر ازاي بالحدث ده وحياته حصل لها ايه بسبب الحدث ده، وبتمشي مع كل شخصية لحد ما بتوصل لخط النهاية، وده مع كل شخصية فيهم. والنقطة دي كانت حلوة قوي لأن السيناريو ببراعة عرف ازاي يخلي خط النهاية بتاع كل شخصية يرتبط بالتانية. فانت شفت الشخصيات كلها ازاي وصلت للنقطة النهائية اللي الأحداث انتهت فيها. بذكاء من السيناريو خلاك فاكر انك بتشوف أحداث من وجهة نظر كل شخصية، وفي الحقيقة ان الشخصيات كلها كانت بتتجمع علشان يكونوا كلهم في المكان اللي هو هتحصل فيه النهاية بتاعة الأحداث كلها. ودي كانت حاجة كويسة لأنك هنا وانت بتمشي مع كل شخصية ممكن تكون في شخصية ما كانش ليها علاقة باللي بيحصل قوي، بس هي ارتبطت بالنهاية بشكل ما. وده حصل في شخصيتين أنا قلت في الأول هو إيه علاقتهم بالأحداث، لحد ما لقيت إن هم اتزرعوا بذكاء إن هم يكونوا ضمن خط النهاية. لما هنتكلم عن أسلوب الرعب في الفيلم، أنا مش من عشاق رعب الجامب سكيرز، والفيلم هنا ما اعتمدش غير مرة أو مرتين على ده على حسب ما أنا فاكر، وكان الاعتماد الأكبر على فكرة الرعب النفسي. وده برضو تحذير للناس، انت لو بتحب الافلام الرعب قوي وبتاع افلام الرعب المعتمدة على الجامب سكيرز او المشاهد الدموية، فانت هنا مش هتلاقي ده قوي. الفيلم هنا اما تبص له بنظرة تاني هتلاقيه رعب نفسي، وده بالنسبة لي من اكتر انواع الرعب المخيفة، لان الرعب النفسي متوقع انه يحصل في الحقيقة عادي، وده اللي بيخلي تأثيره اقوى. الرعب في الفيلم كان موفق، وللمفاجأة في لحظات ممكن تكون بتضحك في الفيلم كتخفيف لحدة الأجواء، بس دي أنا ما تفاعلتش معاها قوي بصراحة. أما نتكلم بقى عن رسالة الفيلم، فالفيلم فيه أكتر من رسالة. الأولى هي خطورة الانقياد ورا فكرة معينة، وده ظهر قوي في بداية الفيلم لما كل الأهالي ابتدوا يحطوا اللوم على المدرسة إنها هي السبب في اختفاء أولادهم، رغم إن ده ظهر كرأي فردي في الأول، بس حصل انقياد وراه وده من غير أي تأكيد. وكانت النتيجة إن المدرسة دي كانت بتعاني طول الوقت من نظرات الاتهام الممزوجة بالاستحقار، مع إنها قدام القانون بريئة، بس الانقياد وراء الرأي هو اللي خلى الكل شايفها متهمة. أما تاني رسالة هي الأمان. إيه هو الأمان؟ هل هتحس بالأمان من الأشخاص نفسهم لمجرد إنك عارف إنهم أمان؟ ولا لازم تستنى إنك تشوف أفعالهم وتفهم هم إيه عشان تقدر تعرف هتديهم الأمان ولا لأ؟ دي كانت فكرة واضحة جدا حطها السيناريو بشكل سلس، لأن الأمان مش مجرد إحساس إن في شخص أنت بتحبه وهو الأمان بتاعك وخلاص، لأ، لازم كمان تبقى شفت أفعاله وتصرفات وفهمت عقله وتفكيره عشان تقدر تحكم عليه كويس وتعرف عشرته هيكون فيها الأمان ولا لأ. ياما اتخدعنا في ناس كنا فاكرين إن هم الأمان وهم الكومفورت زون بتاعتنا، بس الحقيقة إنهم بيبقوا شياطين خامدة مستنية أقرب فرصة علشان تأذينا أو عشان تستفيد مننا. وده يخلي كل واحد يخلي باله كويس هو بيدي الأمان لمين بالظبط في حياته. رسالتين صغيرين حطوهم الفيلم وكانوا موفقين جدا، وفي رسائل تانية كمان جوه الأحداث زي تقدير قيمة اللي في إيدينا وزي الإصرار وزي الإخلاص.
بس بقى لما نروح للأداءات التمثيلية فهي كانت مميزة جدا من الكل، خصوصا من جوليا جاردنر في دور المدرسة جاستن، وأوستن إبرامز في دور جيمس. الأدائين دول بالذات كانوا على درجة عالية قوي من الإتقان، خصوصا أداء أوستن إبرامز اللي فاجئني ظهوره. إخراجيا الفيلم معمول بشكل غير مريح تماما، وده مش حاجة وحشة، بالعكس ده معناه إنه اتعمل بشكل غير مريح خلاني حسيت بكل الأجواء الموترة والمرعبة في الفيلم. الإخراج فعلا عايشني كل الأجواء بتاعة التوتر اللي في الفيلم وفي الأحداث بشكل كامل. اللي هيتفرج على الفيلم هيحس شوية بنفس أجواء فيلم لونج ليجز، زي اختفاء الأطفال وإنه عنصر الشر راح للحاجات الخارقة، لكن الأمور في ويبنز كانت أحسن بالنسبة لي من لونج ليجز. نروح بس كده شوية للمشاكل اللي كانت في الفيلم، وهي أسئلة ليه. مشكلة الفيلم إنه في الآخر كان في مجموعة ليهات كتير قوي كانت محتاجة تتجاوب كويس وبشكل مرضي علشان النهاية تتقفل حلو، بس السيناريو للأسف ساب شوية الأسئلة دي مفتوحة، ويمكن ده لأنه اهتم أكتر بالرسائل اللي حطها أكتر من اهتمامه إنه يجاوب الأسئلة دي، رغم إن إجابتها كانت هتخلي الفيلم أكتر في أكتر من سؤال ليه هيطرق على دماغك وانت بتتفرج، لكن للأسف مش هتلاقي له إجابة مرضية، وهتلاقي إن انت بتحاول إن انت تحط إجابة تريحك انت. الفيلم في المجمل بالنسبة لي يستحق تقييم 8 من 10. مشكلتي الوحيدة زي ما قلت هي الأسئلة اللي ما تجاوبتش لأنها كانت مرتبطة بحبكة الفيلم، وكمان برضو ما عجبنيش شوية الكوميديا اللي كانت بتطلع لأنها ما كانتش موفقة بالنسبة لي وما حسيتهاش لايقة مع المود العام بتاع الفيلم. دي كده كانت مراجعة فيلم ويبنز، والفيلم يستحق يتشاف لأنه فيلم حلو، ولو انت بتحب الرعب النفسي هتكون تجربة رعب مثالية بالنسبة لك لأنك هتتوتر من الفيلم وانت بتتفرج فعلا. كده حلقتنا خلصت. مناقشة الحلقة بقى ايه أكتر فيلم اعتمد على الرعب النفسي أثر فيكو وتأثيره استمر معاكو قد ايه؟ مستني رأيكم في الكومنتس على اليوتيوب أو نتناقش مع بعض على فيسبوك، انستجرام، اكس أو على تيك توك. واستنوني في الحلقة اللي جاية من البودكاست المفضل عشان بكلمكم فيه الكتابة فكرة. وسلام عليكم.